ممكن انك انت تحافظ على اقل تقدير على فارق الاربع نقاط بينك وبين ريال مدريد، وتنتظر ايش راح يصير بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد في ديربي غدا. في حال فاز ريال مدريد والله الفارق أربعة واحنا سوينا اللي علينا. اما في حال فاز ريال مدريد على اتلتيكو مدريد يصبح الفارق نقطة واحدة بينك وبين ريال مدريد، مع الاخذ بعين الاعتبار انه ريال مدريد قد يكون قد تجاوز اهم عقبة في الدوري الاسباني باستثناء برشلونة. واحنا بنعرف اتلتيكو مدريد ومباراة اتلتيكو مدريد قديش هي مهمة، وفي ارض اتلتيكو مدريد قديش هي مهمة. تخيل يا صديقي انك انت استغنيت عن هذا الفارق. تخيل يا صديقي انك انت اليوم شحنت جماهير لاعبين ريال مدريد فوق ما هم مشحونين اكثر. هل تعلم يا صديقي انه ريال مدريد اليوم صار يلعب على احتمالين، على احتمال التعادل واحتمال الفوز، بدل ما انه كان احنا قلنا انه احتمال الاوحد عند ريال مدريد هو رايحين يلعبوا مباراة. يا صديقي تخيل لو في حال انك انت فزت